مرحبا بك مرحبا بكم. شوفوا رانا عايشين، شوفوا رانا عايشين العائلة كاملة. لا قرايه لا والو لا. لا قرية لا والو ولا مكان والو. احكي لنا على الظروف نتاعك اللي راك عايشها هنا في البيت. هيا شنو نحكي لك، انا قلت لك راه السكن ما كانش، ورانا البر ولا قرية لا والو. والبيت هذه هزتكم انتم ذاك في 10. ما يسمى مش هزتنا. واش تعاني في الصيف والسخانة بركة، السخانة والناموس والقبار والعقارب. والعقارب. اولادك قراو في المدرسه ولا هذاك ما قراوش؟ لا قرية لا والو، ندور على الدار باه نقرر وما لقيناش. قد عندك طفل هذاك ما يقراش؟ واحد الصغار واحد الخمسة هذا. صغار 5 اطفال. اي ايه 5 ولا قرية لا والو. 5 اطفال. يعني الحمد لله، يعني الجزائر تاعنا الدراسه مجانيه، العلاج مجاني، ولكن نشوفوا اولاد يطايشوا في الصحراء كما هكذا، لا قرايه لا والو. يعني نتمنى من المسؤولين ان يروا لهذه الحاله بعين الاعتبار، وكما نتمنى مديريه النشاط الاجتماعي ان تفتح تحقيق اجتماعي لهذه العائله. عمي عبد الحميد، المطلب تاعك انتيا وش هو؟ وعندك الكاميرا، وتفضل عندك رئيس بلديه سيدي خليل والي ولايه المغير، وش تطلب منه؟ وش نطلب؟ انا ندور على السكنة، ندور على السكنة وندور قرية زراري، وندور والبرد تاع هناك، البرد والقبار في الصحراء هناك. وانت قدمت طلب سكن للبلديه ولا ذاك الدائره؟ قبلت فيه 10 سنين ونتبع فيه ما عطوني. الملف تاعك ذاك وين حطيته؟ هو سيدي خليل. في البلديه؟ بلدية سيدي خليل. قداه ليك سنه وانت حاط الملف تاعك؟ على 10 سنين. هاي الكاميرا عمي عبد الحميد. ناشد الوالي. سيدي الوالي يعطيني سكنة، بل باه وليداتي عاد يقراو. كنا من البر هذا اللي رانا البر الاخرى، كنا الاخر من البر هذا اللي رانا موزرين البر. اللي حاط السكنة حاطها في سيدي خليل ظل لي 10 سنين وما ديتش. كيف عايشة هامل من الصحراء وخلاص. وضعية راني كان السكنة لا حية لا والو طول البر. عبد الحميد سيار يرفع انشغاله إلى السلطات المحلية لاستفادته من سكن.